في يوم من الأيام ممكن تكون انت وهي زي بعض، الفرق الوحيد بينكم ستر ربنا. هي اتفضحت وانت ربنا ستر عليك، فهل شكرت النعمة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة. يعني الستر مش بس فضل بين البشر، ده نعمة من ربنا عليك شخصيا. تخيل لو كل ذنوبك ظهرت قدام الناس كلها، كنت هتستحمل؟ اللي ربنا ستره لازم يحمد ربنا كل يوم. سيدنا علي رضي الله عنه كان بيقول: عجبا لمن يهلك ومعه النجاة. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. لازم تستغفر كل يوم. احنا كلنا عندنا ذنوب بس ربنا بيخفيها، فلازم نقابل النعمة دي بحاجتين: حمد لربنا، حمد عشان تفتكر ان ربنا لسه بيحبك ولغاية دلوقتي سترك رغم كل اللي انت بتعمله في السر، فالحمد لله الذي سترنا ولم يفضحنا. تاني حاجة توبة عشان ممكن في لحظة يسحب ربنا ستره وتبقى زيهم، زي اللي اتفضحوا، فانت لسه قدامك الفرصة انك تتوب وترجع عن اللي انت كنت بتعمله. وعقاب فضح المؤمن موجود في القرآن صراحة، وده دليل كبير على خطورة إشاعة الفضيحة بين المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني مجرد إنك تبص للفضيحة أو تنشرها أو تفرح بيها، أنت كده مشارك في الإثم. ده مش بس كده، ده سيئات جارية كمان، لأنك بتساعد وبتشارك وبتساهم في نشر الفيديو والمعصية. افتكر دايما إننا وإنت زي بعض، بس الفرق بيننا ستر ربنا، فاشكروا على ستره واستروا على غيرك. بلغتكم فاللهم فاشهد.